نعم، مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي، مجالستك له خير من مجالستك للمبتدع، لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويرجى أنه يتوب، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب. لا يتوب المبتدعة، لا يتوبون في الغالب، والكثير أنهم لا يتوبون لأنهم يرون أنهم على حق. فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة، لكن معناه أن مجالسة عصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة، وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح وإلى آخره. هذا قصد المؤلف رحمه الله. نعم. ولا شك أن البدعة شر من المعصية. البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، بخلاف صاحب المعصية فإنه يرجى أن يتوب منها، لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها، بخلاف المبتدع. نعم، يعني لم يخرج عن الإسلام، إنما عنده كبائر دون الشرك، وليس عنده بدع، ليس عنده بدع. فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع، وإن كان يظهر الصلاح والتقى. وكما ذكرت ليس معنى هذا إن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي، لا، يقول إن يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي ومفسدة مجالس المبتدع. فمفسدة مجالس المبتدع أشد من مجالسة العاصي، فكيف بصاحب السنة المتمسك؟ إذا كان مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة، فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذا هو الجليس الصالح، هو الجليس الصالح.